نظم أبناء الجالية السودانية في روما الاثنين الموافق 22 مايو وقفة أمام السفارة السودانية في روما للتعبير عن دعمهم وتأييدهم للشرعية الوطنية للجمهورية السودانية. شارك أبناء الجالية السودانية أيضا في وقفتهم العديد من أبناء الجاليات العربية الأخرى والمقيمة في روما، معبرين عن تضامنهم مع الشعب السوداني وحرصهم على وحدة السودان ورفضهم أي تدخل خارجي في شؤونه. واحد جيش واحد، سودان واحد، جيش واحد، سودان واحد، جيش واحد، جيش واحد، شعب 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 واحد، جيش واحد، شعب. وضد اي ممارسات طبعا يعني الشعب السوداني او تضر بمصالح الشعب السوداني. مصر والسودان دائما. وقد حرص سعادة السفير السيد الطيب أحمد سفير الجمهورية السودانية في روما على التواجد مع الحضور ومشاركتهم وقفتهم وتضامنهم مع الجيش والشعب السوداني. نحن بنقف الوقفة دي وأنا بشكركم جدا كجالية باعتبار ده واجبكم وما دي المحرية فيكم، وأصلا حتقيفوا مع بلدكم مع الجيش الوطني في وقفة الكرامة، إنه الجيش بيحارب نيابة عننا كلنا في سبيل سيادة البلد وعزته واستغلاله في التمرد قامت به الدعم السريع في 15 ابريل. ان شاء الله الجيش منصور، حينتصر ان شاء الله، ودي اراده الشعب انه حينتصر. بشكر لكم وقفتكم دي لانها وقفه فعلا تعبر عنكم وعنكم انكم كسودانيين، فعلا على انكم سودانيين اصيلين بتقفوا مع مصالح البلد. واقفه وين؟ مع الجيش. يكون في التظاهرة عن رفضهم لسيطرة الميليشيات المسلحة خارج نطاق الجيش الوطني السوداني على البلاد، معربين عن وقوفهم خلف المؤسسة العسكرية الوطنية. جيش واحد، جيش واحد، شعب واحد. السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع رسالة دعم ومؤازرة للقوات المسلحة في حرب الكرامة. قال تعالى في محكم تنزيله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. فخامة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام لقوات الشعب المسلحة، نخاطبكم اليوم في ظل هذه الحرب التي فرضت على شعبنا، وتهدد كل الأمة السودانية في أرضها وعرضها واستغلالها وحريتها وحاضرها ومستقبلها. نخاطبكم وأنتم تبذلون الدماء للزود عن الشعب السوداني ومغدراته. نخاطبكم ونحن على قلب رجل واحد نقف خلف القوات المسلحة وإلى جوارها وأمامها إن دعا الداعي، داعمين بدمائنا ومالنا وأبنائنا. نخاطبكم مؤكدين لفخامتكم وقوفنا خلف قوات الشعب المسلحة في معركة الكرامة، موارجين جهود القوات المسلحة. ونؤكد للعالم أجمع بأن قوات الشعب المسلح السودانية هي من الشعب السوداني وإليه تعود. وإذ نرفع لمقامكم السامي هذه الرسالة فإننا على ثقة تامة من تحقيقكم وكل جنودنا البواسل للنصر المؤزر على هذا التمرد والذي يعتبر الأكبر في تاريخ القارة الأفريقية. نقف اليوم في هذه المسيرة المؤيدة والمباركة للقوات المسلحة. وفقكم الله وأيدكم وجنودنا الأشاوس بنصر من عنده، النصر للقوات المسلحة والخزي والعار لميليشيا الجنجويد والعملاء والخونة. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام. تجمع السودانيين بإيطاليا روما في 22 مايو 2023. جيش الله أكبر.
حضرة السفير اللي يوميا بيعمل للدفاع عن دولة السودان وعن الشعب السوداني والجالية السودانية، يشرفنا. وعن جد يعني أنا بقول لكم صراحة من أول يوم ما أسسنا جالية العالم العربي في سنة 2008 وجود السودان ونشاط السودان والدفاع عن الوطن العربي من السودان فيش له مثيل. عشان هيك العالم العربي اليوم كله متوحد عشان يدافع عن دولة السودان، على الجيش السوداني زي ما كان وتفضل حضرة السفير انه لازم الكل يخدم مع الجيش السوداني، مع الوطنية، مع العربية، مع الوحدة العربية، وبدناش نكون ضد كل واحد بده يتدخل في دولنا العربية. بدناش حدا يتدخل في الدول العربية. أنا من أول يوم للربيع العربي وأنا في التلفزيون الإيطالي وأعلق على كل هاي الأشياء. للأسف بدهم يقسمونا وبدهم يقسموا كل الدول العربية. عشان هيك لازم ندافع على السودان وتعيش وحدة السودان والجيش السوداني والسفارة السودانية والتجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. علي عبد الله إمام. نحن اليوم أمام سفارتنا السودانية وقفة من أجل وطننا الحبيب الذي نتمنى من كل قلوبنا أن يعود إليها الأمن والأمان ويعود السلام إليها. وما عارفة أزيد أقول شنو، لكن إن شاء الله يا رب الأمن والأمان يعود إلى البلاد العاجل السريع إن شاء الله يا رب. أخوكم أسامة أبو رعي بشير. إحنا طبعا اليوم واقفين مع بلدنا ومع جيشنا، وقفة مع الجيش، يعني وقفة جيش واحد شعب واحد. إحنا دائما مع الجيش، دائما مع الوطن، دائما مع الجيش، دائما مع الوطن. إن شاء الله ربنا ينصرنا وينصر جيشنا وينصر سوداننا بإذن الله، غالبا وغالبا مع الجيش ومع السودان. أتمنى إنه صوتنا يصل للسودان، وأتمنى إنه النصر يكون قريب، وأتمنى إنه الحرب تجيب كله يجيب إن شاء الله بإذن الله. الاسم النيل علي محمد من الجالية السودانية في إيطاليا. فاليوم نشارك مع الإخوة السودانيين هنا فالفترة اللي تمر فيها البلد هنا في هذا الوقت العصيب، ونتمنى إن شاء الله من الله يجلع هذا البلاء. وأكيد طبعا نحن هنقف مع المؤسسة الوطنية السودانية، هو القوات المسلحة طبعا بدون أي شك، فلا يمكن ميليشيا حتحكمنا. فلهذا نحن جئنا إلى هنا ونقول كلمتنا، وإن شاء الله السودان إلى الأمام، وإن شاء الله السودان خالي من الجنجويد وخالي من المرتزع إن شاء الله. السلام عليكم، أنا زهيرة حسن عايشة في روما، وقفتنا ده للسودان، وربنا يصلح حال السودان يا رب وينصر الجيش. الرسالة اللي عايزة توجهيها النهارده من خلال الوقفة؟ الرسالة والله نقول بس ربنا ينصر السودان ويقيف الحرب. وقف الحرب. ايوه ان شاء الله دايما منصورين. شكرا لحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في دولة إيطاليا في مدينة روما بالذات، اليوم نغيف مع أهلنا في السودان، ونحن حزينين كل الحزن، نحن بعيدين وما قدرنا نكون مع أهلنا في الضائقة بتاعتهم وفي المحنة بتاعتهم. فنزل الله إنه يجنب البلاد شر الفتن والمشاكل، ويحل العقدة ويحل الغمة إن شاء الله عن قريب، ويصلح حال البلاد وترجع الناس تاني إن شاء الله لبيوتها آمنين وسالمين، ويوقف الحرب في بلادنا. يعني السودان الدولة الوحيدة اللي في غنى عن مشاكل زي هذه، لكن إن شاء الله وما قدر الله فعل. فنزل الله إنه تكون يعني فاتحة لإحلال السلام في السودان وتوحيد جيش السودان، والرجوع إن شاء الله للسودان القديم يعني ما قبل ذلك. يعني فكلنا والله قلوبنا وعيوننا مع أهلنا هناك. يعني نحن من هنا بنطالب إنه السودان يكون له جيش واحد وسلطة واحدة، وما بنقبل أي ميليشيات أو أي تدخل أجنبي في السودان. ونحن زي ما شايفين هو الحمد لله بدأت شوية شوية المشاكل تنحل إن شاء الله، وبدأت الجيوش يعني جيش السودان بدأ يعني يحقق نصره في الأراضي. فنتمنى من الله إنه يمد لهم يد العون وتنتهي المشكلة في أقرب فرصة. وبنزل برضو أخواننا السودانيين يعني المشاركين في الدعم السريع إنه يرجعوا لأخوانهم في الجيش، يعني يرجعوا لأخوانهم في الجيش، وزي ما قدموا لهم
الإعفاء، وزي ما قدم لهم العروض إنه ينضموا للجيش السوداني حسب مؤهلاتهم حسب كده، إنه الناس ترضخ، وفي النهاية يعني السودان يسعى الجميع. السلام عليكم، أنا اسمي أماني أسامة برعي بشير، ونحن هنا لنتكلم بلسان السودان ونقول جيش واحد شعب واحد. اسمي محمد أسامة. النهارده انت ليه يا محمد هنا ليه؟ لأن أقول لكل السودانيين جيش واحد شعب واحد. كما نشاهد هبت أفراد الجاليات العربية والسودانية في روما من أجل التضامن مع الجيش السوداني الشرعي الوطني، وتضامنا مع أبناء الشعب السوداني في الداخل، والتأكيد على وحدة السودان وعلى وحدة جيشه وقواته المسلحة، وعدم المساس بسلامة قواته المسلحة. وكما تفضل بعض الحضور ككلمة البروفيسور فؤاد عودة الذي أكد على رفض أي تدخل خارجي في الشؤون العربية ومن ضمنها السودان. كان معكم من روما إكرام ياشا.